الملحد المعروف بهجومه العنيف على الأديان صعد إلى المنصة محاطا بهالة من الهيبة المزيفة، ثم دوى صوته في القاعة: هل يوجد فيكم مسلم شجاع يجرؤ على إثبات وجود الله؟ ساد الصمت، لا أحد. تحرك الجميع يعرف من هو واتكنز، وكم شابا قبلهم خرج مهزوما من عنده. ضحك البروفيسور بسخرية وقال: تقدم فقط وسأجعلك تغادر هذا المكان خالي الوفاض من إيمانك. وهنا وقف شاب من الصفوف الخلفية هادئ النظرات، يمسك بيده كوب ماء. لم يصرخ، لم يتحد، فقط مشى نحو المنصة بثبات، وكأنه يعرف بالضبط ما سيفعله. سمعت ضحكات ساخرة وابتسامات من أتباع البروفيسور المخلصين الذين كانوا واثقين أنه لا يوجد مسلم في القاعة يملك الشجاعة أو الذكاء لمواجهة أقوى ملحد في المناظرات. ولكن فجأة وقف شاب يبلغ من العمر 24 سنة بهدوء تام، وعيناه مشدودتان إلى عيني البروفيسور بقوة هادئة. كان اسمه عبد الرحمن. انفجر الحضور بالضحك، وكأن خروفا دخل عرين الأسد. شاب لا يحمل شهادة ولا سمعة ولا خبرة في المناظرات، سيتحدى البروفيسور في سر العظيم. ابتسم وتكنز وضيق عينيه وهو ينظر إلى الشاب كما لو كان طفلا يحاول التصرف بشجاعة. قال ساخرا: شاب مسلم لا يحمل أي لقب أكاديمي ولا خلفية فلسفية ولا مؤهلات علمية، ويريد مناظرتي. رد عبد الرحمن بهدوء: لا تحتاج أن تكون أستاذا لتفهم الحقيقة. عاد الصمت يخيم على الغرفة. رفع واتكنز حاجبه وأصبح الآن فضوليا. قال وهو يمد ذراعيه بطريقة مسرحية: حسنا، لنرى ما لديك الليلة. شاب مسلم سيحاول الدفاع عن إيمانه. اتجه عبد الرحمن نحو المسرح وجلس مقابل واتكنز على الكرسي المعدل. سطع الضوء عليهما وكل العيون في القاعة مركزة عليهما. كانت هذه أكثر من مجرد مناظرة، كانت مواجهة بين الإيمان والغرور، بين الحقيقة والتعجف. لا يزال بعض الحضور يحملون ابتسامات متعجرفة، يتوقعون عرضا آخر من الذبح الفكري على يد البروفيسور مال واتكنز إلى الأمام، ووضع يديه على الطاولة. لنبدأ بسؤال بسيط، قال بنبرة متعالية: إذا كان إلهك حقا موجودا فهل تستطيع أن تظهره لي؟ أين هو؟ انتشرت بعض الضحكات في القاعة. كان هذا تكتيكا معروفا استخدمه واتكنز مرارا عديدة. فمن ذا الذي يمكنه أن يري الله؟ أليس كذلك دون أن يرمش؟ أمسك عبد الرحمن بكوب الماء الذي كان موضوعا على الطاولة ورفعه عاليا ليراه الجميع. قال: أستاذ، هل تؤمن بوجود العقل البشري؟ عبس واتكنز بالطبع. أجاب بسرعة. سأله عبد الرحمن بهدوء: هل يمكنك أن تظهره لي؟ توقف واتكنز وارتبك قليلا فقال: أنا لا أطلب منك أن تظهره، بل أطلب نتائج العقل. تابع عبد الرحمن بهدوء وثقة: أنا لا أطلب منك أن تريني العقل، بل أطلب منك أن تريني نتائج العقل. كررها بهدوء: أرني نتائج العقل. تراجع واتكنز قليلا إلى الوراء وبدأ يدرك إلى أين يتجه هذا الحوار. قال متلعثما: